صحاب البايكر، صباح الفل عليكم. فيديو جديد، لسه راجع من الشغل بقى كده، لسه سخن. قلت اعمل فيديو في السريع ونفضفض سوا. والنهارده بنتكلم ازاي اشتري سكوتر او موتوسيكل ويكون مناسب ليا، وبعد ما اشتريه ما ارجعش اندم. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش ان انت تشترك في القناه بتاعتنا اليكس سكوترز. هتلاقي عليها فيديوز كتيره جدا للصيانه وتعليق الصيانه وفيديوهات تعليميه وكل اللي انت عايزه. هقول لك على اساسيات علشان تشتري السكوتر والموتوسيكل، يعني الافضل بالنسبه لك او اللي يكون مناسب اكتر بالنسبه لك. قبل ما تشتري السكوتر او الموتوسيكل اسال نفسك كده كام سؤال. يعني السؤال الاول كده، قول انت عايز المنتج ده ليه؟ يعني عايز الموتوسيكل او السكوتر ده ليه؟ عايزه مثلا ان انت تشتغل بيه وهتحرد بيه طبعا والكلام ده كله، ولا عايزه نزاهه تروح بيه الشغل، تروح بيه مثلا دروسك كليه الكلام ده كله. لان هنا الغرض من المنتج هيفرق كتير جدا في النوع. يعني مثلا عايز حاجه للشغل يبقى روح لسكه الموتوسيكلات. تمام. بالنسبه للموتوسيكلات عندك بقى انواع معين. عايز حاجه تروح بيها دروس وبتاع، روح سكه السكوتر بقى. وعندك مثلا الحاجات السبورت وبتاع. عايز حاجه تروح بيها شغل وبتاع وحاجه خفيفه، هات لك مثلا سكوتر كلاسيك وهكذا. تاني حاجه برضو بتحكم اختيارك، انت هتمشي في اليوم قد ايه. يعني مثلا انت شغلك اللي انت هتروحه دوت، هل هو مثلا بره المحافظه، فانت هتروح هتقطع كل يوم مثلا 40 كيلو رايح 40 جاي 50 كيلو الكلام ده، ولا مشوارك داخلي. تمام. فانت برضو على حسب استخدامك للحاجه هتحاول ان انت تختار او تحصر الحاجه المناسبه بالنسبه لك. كمان برضو حاجه بقى مهمه قوي، يعني دي بتفرق برضو جدا جدا في الشراء، وساعات يعني بعد ما بتشتري بتندم ان انت يكون المنتج دوت مش مناسب ليك في الحجم. يعني Follow مثلا تبقى Alex راكب سكوتر Scooters. صغير وانت طويل، او سكوتر صغير مثلا وانت الوزن مثلا نوعا ما اكبر من ايه، يعني زياده شويه. تمام. فهنا تحس ان السكوتر مش لايق عليك. كمان او الموتوسيكل طبعا. فانت هنا لازم تنقي حاجه تكون مناسبه للوزن بتاعك. تمام. حاجه كمان لو انت وزنك زياده شويه، حاجه كمان تقدر ان هي تتحمل، فهنا تروح لمنتجات مثلا 200 سي سي او فيما فوق مثلا. تمام. حاجه تكون اتنين مساعد خلفي اتنين مساعد امامي. برضو هنا في اعتبارات معينه تحطها في دماغك. مثلا انت طويل، تمام ما شاء الله، فتنقي حاجه تكون الجنط بتاعها مثلا Alex 16 مثلا. Scooters. بالنسبه للسكوترز تكون حاجه عاليه عن الارض. تمام. تكون حاجه نوعا ما كبيره. برضو ده عشان تتحمل معاك بعد كده ويكون برضو يعني مناسبه ليك اكتر. حاجه كمان بقى يعني مهمه جدا، زيها زي الوزن كده، ودي بقى بتحكم الشراء اصلا من الاساس. ان انت تكون يعني عندك امراض مزمنه، زي مثلا امراض الصدر والحساسيه وكده. فانت كده كده اصلا واحد عنده حساسيه صدر، فهتسوق سكوتر او موتوسيكل حالتك هتسوق اكتر. فهنا يعني الخيار مش هيكون مناسب ليك من الاساس. مثلا عندك مشاكل في النظر مثلا، ممكن ان انت تركب السكوتر او الموتوسيكل. تمام. لكن برضه هنا في خطوره، في الاول وفي الاخر انا بتكلم على سلامتك. في خيارات تانية بقى، هات حاجات مثلا زي اللي هي بثلاث عجلات بقى مثلا، او روح لسكه العربيات المستعمله الخفيفه الصغيره. مثلا الفيات اونو حاجه مستعمله دي بتمن على فكره سكوتر. يعني انت لو رحت مثلا اشتريت سكوتر اس تي ده ممكن تجيب بتمنه عربيه صغيره محندقه كده، ولو انت طبعا بتعاني من مشاكل صحيه مزمنه. دي كانت بعض الاعتبارات اللي انت حطها في دماغك. تمام. وانت بتشتري. اعتبار اخير بقى بيخلينا هو دايما ان اللي بيحكمنا واحنا بنشتري السعر. انت برضو في الاساس حدد ميزانيتك، يعني قول انا ميزانيتي قد كده، وتبدا تسرش على الحاجه. تمام. وتشوف ايه الخيارات اللي قدامك في الميزانيه بتاعتك. كمان عايز اقول لك نصيحه مهمه جدا بقى، لما تيجي تشتري. تمام. اسمع راي المستخدمين. يعني لما تشوف واحد مثلا معاه نفس السكوتر نفس الموتوسيكل اللي انت عايز تشتريه، وقفه واساله. قول له ايه المشاكل اللي قابلتك مثلا. خش على جروبات الفيس مثلا، جروبات الواتس اللي معموله مثلا. تمام. اسال المستخدمين، قول لهم يا جماعه انا عايز اشتري كذا، ايه رايكم فيه، ايه المشاكل اللي قابلتكم. دي كلها حاجات هتفرق معاك في الشراء جدا جدا جدا. في الاخر ارجو تكونوا استفدتوا.